رمضان بسحوره الله يعيده علينا وعليكم. بده خبزة طرية مع كاسة شاي ولا أروع. اليوم حنحضر مع بعض خبز البيضة التركي، ولكن بطريقة كتير سهلة ومبسطة، وما رح ياخد معكم لا وقت ولا مجهود، وأيضا رح نعمل معاه حشوة إشي من اللي بيشتهيه قلبكم. عن جد أطيب مليون مرة من اللي بتشتروه أو بتجربوه بالمحلات. يلا ننزل على التعليقات كالعادة، نصلي على الرسول أكسب أجر أنا وإنتو. أحبائي بتمنى تضغطوا لايك لهذا الفيديو، دعمكم الوحيد لإلي هو بالضغط على اللايك، فاوعوا تبخلوا علي باللايك، ونقول بسم الله ونصلي على الرسول ونبلش. كيف ما عم بتشوفوا ما عندي هون نص كوب من المي الدافية، بضيف لها معلقة كبيرة أي ما يعادل 16 جرام من الخميرة الفورية، وبضيف معلقة كبيرة مليانة من السكر، وبغطيها بس بدي أتأكد من فعالية الخميرة. عندي هون كوب من الحليب الدافي، بضيف له بيضة، وبضيف معلقتين كبار من لبن الزبادي هو نفسه الرايب أو اليوغورت، تمام. وبضيف ما يقارب ربع كوب من الزيت النباتي. أكيد تستبدلوا الزيت النباتي بزبدة أطيب وأطيب، ولكن الزبدة بتذوبوها بتتركوها تبرد شوي، بعدين بتكملوا فيها باقي الخطوات. بدمج كل هاي المكونات مع بعض كيف ما عم بتشوفوا، وحبدأ أضيف بالطحين تدريجيا. عندي هون أول كوب بضيفه وبخفق باتجاه واحد كيف ما عم بتشوفوا، وبضيف الكوب الثاني. أنا العجينة اللي بدي أستخدمها اليوم المفروض تكون معانا صبايا بتلزق بإيدنا، مش مثل أي عجينة عملتها معاكم على الصفحة. أنا الفترة الماضية نزلت لكم أنواع كتير للعجائن، ولكن هاي المفروض تكون معانا بتلزق، عشان هيك بنمشي بهدول الخطوات. هون الخميرة كيف ما عم بتشوفوا تفاعلت معي وتنشطت مزبوط 100%، تمام. بضيفها فوق المكونات، يعني أنا بالتقريب ضفت كوب من الحليب ونص كوب من المي، مش أكتر من هيك. بدمج كل هاي المكونات مع بعض، وببدأ إني أضيف بالطحين تدريجيا. أنا مستخدمة بوصفة اليوم كيلو من الطحين، مش أكتر من هيك. ضفت الطحين وبخفق، تمام. أنا وقفت خفق بالمضرب الشبك، وبكمل بالمعلقة الخشب أو السباتيولا الشيل الموجود عندك، تمام. هون رح أضيف كمان كوب من الطحين، تمام. وبدهن إيدي بشوية زيت، وببدأ إني أستخدم إيدي، تمام. كيف ما قلت لكم المفروض العجينة تكون معنا بتلزق، فعشان تعرفي إنك تتحكمي فيها ادهني إيدك بشوية زيت. بلم العجين كيف ما عم بتشوفوا، والمفروض العجين تتشبع تماما بالمي، فعشان هيك الطحين ضفناه بالتدريج. ما عملنا مثل اي عجين تانية احنا بنعملها بنضيف الطحين وبنبدأ بنضيف المي تدريجيا، لا. شوفوا العجين كيف بتلزق. كملت عجن وضليت ادهن ايدي بشوية زيت ولم العجين، بدهنها وبلم العجين، تمام. هلا رح احطها بطبق مدهون عندي بالزيت، وبتركها تختمر للوقت المناسب. كتير مهم عنا انكم تدهنوا الطبق بالزيت وتدهنوا وجهها بالزيت، لحتى العجين ما تلزق معاكم بالطبق وتغلبكم لتفك منكم. كيف ما قلت لكم المفروض تختمر معنا للوقت المناسب. قولوا هلا الدنيا برد، ممكن تاخد معاكم من ساعة لأكتر. عندي هون الحشو اللي راح استخدمها، انا حستخدم البطاطا. سلقت حبتين 3 من البطاطا، انتوا على هوا عائلتكم الله يبارك. ضفت على البطاطا بعد ما هرستها كتير منيح ملح وفلفل اسود وبابريكا، ما بنضيف ولا اي اشي تاني ابدا ابدا ابدا. ممكن تضيفوا كزبره مطحونه بتعطيها نكهه لذيذه، ولكن انا ما ضفت، قولوا نسيت يعني، ولكن اذا بتحبوا تضيفوا ضيفوا. دمجت كل هاي المكونات مع بعض وبشيلها على جنب. شوفوا لي العجين بسم الله ما شاء الله. انا قولوا لانه بمصر الجو مش كتير بارد زي بلاد الشام انه ثلوج فبيكون الجو بارد، لا. اخذت معي ساعه، ممكن تاخذ معك اكتر اقل حسب بيتك، تمام. شوفوا العجين طريه وغير شكل. على طول رح ابدا اني اقطع بالعجين على هوا انتو كيف بتحبوا تعملوه، كبير صغير. الخبز التركي متوفر بالاسواق اشكال الوان، انتو كيف بتحبوا تعملوه ما في اي مشاكل. برش الطبق بالطحين، وبرش على الوجه كمان الطحين. بترك العجين ترتاح عندي ما يقارب 5 دقائق، بعد هيك ببدا اني اشتغل فيها. هون برش الطبق او الكاتنج بورد او الرخام اللي عندك بطحين، تمام. وببدا اني اشكل فيها بالطريقه او الشكل اللي واضح قدامكم. انا حاعملها على شكل دائري، تمام. والمفروض السمك ما يكون معنا كتير سميك ولا كتير رقيق. هذا الوقت على ما انا ارق العجين، يا ريت صبايا لو تكتبوا لي بالتعليقات هل انتم جربتوا هذا الخبز تعملوه بالبيت او لا، ولا لسه اول مره رح تعملوه، او جربتوه اساسا بالاسواق ولا اول مره بتتعرفوا عليه. اكتبوا لي بالتعليقات كمان من اي بلد بتتابعوني، كتير بحب شوف تعليقاتكم الحلوه واتعرف عليكم من اي بلد. حطيت انا بالوسط حشوه البطاطا، وحطيت معاها جبنه موزاريلا اذا متوفره عندك، وبسكرها على
على شكل بقجة بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم، وتأكدوا بس إنها تسكرت معاكم كتير منيح. بتركها ترتاح 5 دقايق، بعد هيك ببدأ إني أفرد فيها. أنا هعملها على شكل اسطواني تمام أو طولي تمام. المفروض ما تكون معي لا كتير عريضة ولا كتير رفيعة، بهذا الشكل اللي واضح قدامكم. أنا هاي الحشوة كتير بحبها وعن جد بتشهي القلب. شوفوا رح أخدها على الصاج أو ممكن تحطوها على ورقة زبدة كيف ما أنا عملت، وبعد هاي الخطوة بغطيها وبتركها ترتاح للمرة الثانية ما يقارب ربع ساعة نص ساعة. هيك رح تلاحظي إنها اختمرت معاكي للمرة الثانية. ما تستخدموها على طول لتعطيكم أفضل النتائج. تخميرة العجين للمرة الثانية بعد التشكيل كتير مهمة، أهم حتى من المرة الأولى، فانتبهوا لهاي النقطة كتير منيح، لازم تختبر معكم. هون عندي رح أعمل الشكل التقليدي اللي متعارف عليه لخبز البيض التركي. شكلته أنا كيف ما شفتوا بإيدي، مش مضطرة إني أستخدم شوبك أبدا. بعد هيك بأصابعي ببدأ إني أشكل فيه. الطريقة واضحة قدامكم، أكيد واضح. بعد هيك رح أخزقها بالشوكة تمام. وهذا أكتر شكل معروف بالنسبة لخبز البيض التركي، في بيجي منه كبير وبيجي منه صغير، أقراص صغيرة. هذا الشيء أنتم كيف ما قلت لكم تقدروا أنكم تتحكموا فيه. عندي هون شوي من الحليب البارد تمام، وبضيف له صفار بيضة، وبضيف له معلقة كبيرة من الخل، وبدمجهم كتير منيح مع بعض. وهاي بتكون عندي خلطة التلميع. أنا هاي بالنسبة لي أفضل خلطة تلميع، أحسن بكتير من النسكافيه والأشياء التانية المتعارف عليها. برش عليها على الأطراف كيف ما عم بتشوفوا سمسم تمام. وبحط كمان على كل مربع عملته شوية من السمسم وشوية من حبة البركة اللي هي نفسها الإزحة. حقيقي هالخبز عن جد بشهي القلب. لسه هلأ رح أقول لكم كيف تشووهم بالطريقة الصحيحة. هون عندي الفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 250 تمام. بدخل الصاج تمام، بعد هيك بنزل الحرارة لل200، بتركها لتتحمر من تحت، بعدين بضوي عليها الشواي من فوق. ما بنضوي فوق وتحت ابدا. الرف بيكون عندنا على الثاني مش على الاول لتاخذوا هيك لون ذهبي جميل. هون عندي حشوة البطاطا اللي كتير مشتهية انكم تجربوها. بعد ما ارتاحت عندي وتأكدت انها اختمرت مزبوط 100%، بخزقها بايدي بهذا الشكل اللي واضح قدامكم، وبدهنها بخلطة التلميع، وبرش لها رشة بسيطة من حبة البركة ورشة بسيطة من السمسم كيف ما عم بتشوفوا. كتير مهم عنا درجة حرارة الفرن ما تنزل أو تطلع عن 200 لتختمر معاكم برضو بالفرن وتعطيكم أفضل النتائج. بأكد عليكم للمرة الثانية تمام. دخلت الخبز على الفرن كيف ما عم بتشوفوا، وبعد ما تحمروا عندي من تحت حمرتهم من فوق. شوفوا ما شاء الله عن جد من اللي بيشتهي قلبكم. أول ما بيطلعوا معاكم من الفرن رح تلاحظوا إنهم ناشفين شوي تمام. بضغطوهم 5 دقايق بس وبيرجعوا بيطروا، عن جد بشهوا القلب. كمان أنا رشيت عليهم رشة بسيطة من المي تمام، بس مش عارفة المشهد وين رايح. انتوا رشوا عليهم رشة بسيطة، يعني حتى بلي ايدك شوية مي امسحيهم. شوفوا ما شاء الله عن جد من اللي بيشتهيهم قلبك. لازم تجربوهم. صبايا وستات متابعين الحلوين، تفاعلوا مع هذا الفيديو لحتى دايما جديد الصفحة يوصلكم أول بأول. شوي رح نبدأ ننزل وصفات رمضان، ورح نبدأ ننزل تجهيزات رمضان، فكتير حابة إنها توصلكم. كل ما تفاعلتوا أكتر الفيديوهات بتوصلكم أول بأول. دمتم بخير وباي باي.